على مدار آخر سنتين في الكرة المصرية في أكتر من مشهد انسحاب حصل في الكورة وفي قطاعات الناشئين، مسابقات السنية الأقل، وفي الباسكت. الموضوع وصل للباسكت، مشاهد الانسحاب كترت. بس الغريب يا أخي إن دايما الطرف الذي لا يتضرر طرف مشترك واحد. يعني أنت ممكن تنسحب وتاخد الدوري، وممكن ما تنسحبش وتاخد الدوري برضه. هتقول لي إزاي؟ أقول لك ما أعرفش. بتحصل. هذا في عالم سمسم، هذا يحدث يا جماعة. يعني نادي موقوف عنه القيد للمره تقريبا الخامسه ولا السادسه، ما بعدش يا جيمي بجد والله العظيم، من كتر ما انا مش فاكره كم مره اتقفل عنه، من كتر كل شويه الخبر ده ينزل موقوف عنه القيد. واللعيبه اللي مش عارف راح بلده وقال لهم اصل اخويا ميت وما رجعش، واللي مش عارف هيمشي وما حدش بيقبض وما فيهوش فلوس، والخزنه من كام شهر كان فيها 15000 جنيه، سايبين بقى كل المشاكل اللي عندهم اللي هي مشاكل الدنيا والاخره اللي عندهم دي كلها، وماسكين في المشكله بتاعت ماتش الاهلي والاتحاد بتاع السله اللي حصلت امبارح، وان الاهلي خد الدوري. يعني انت يعني كل اللي حصل عندك في النادي ده مش مضايقك ولا مزعلك، ومزعلك ان اللي حصل في ماتش الاهلي والاتحاد؟ يعني هو انا لما قلت والله العظيم انتوا عندكم مرض مزمن اسمه الاهلي، انا ما غلطتش وحياة ربنا، انتوا فعلا عندكم مرض مزمن اسمه الاهلي في كل حاجه في حياتكم. يعني انتوا شغلكم هو انكم بس تتكلموا عن الاهلي، لكن فين فريقكم؟ فين ناديكم؟ فين مشاكلكم اللي انتوا اساسا مش عارفين تخلصوا منها، وكل شويه مشكله جديده وحد يشتكي عليكم في ده الفيفا اتخنقت منكم، الفيفا اتخنقت منكم من كتر ما كل شويه شكاوي على نادي الزمالك، المدرب اللي مشي ويشتكي، اللعيب اللي مش عارف ايه ويشتكي، كل ده مش في دماغكم. لا وطالع يقول لك ايه؟ عالم سمسم، ان ده اللي بيحصل ده كله عالم سمسم، عشان احنا طبعا انسحبنا وكسبنا الدوري وما انسحبناش وكسبنا الدوري. ده في دماغه بقى، ده عالم سمسم الحقيقي هو اللي جوه دماغكم. والله العظيم انتوا ربنا يشفيكم من المرض المزمن اللي عندكم اللي اسمه الاهلي، بجد والله.